بيتزا كاري بسميد اللي تجي مقرمشه من تحتها. عندي بزاف ما درتها لهمش في الدار، درتها اليوم وقلت نبارطاجيها معكم باش نتوما تاني ديروها، على خاطر هذه احسن وصفه تاع بيتزا كاري وراح تجيكم خير من تاع برا. راح نعطيكم اسرار تاع العجينه اللي تجيكم مقرمشه ولا صوص طوماط اللي ما تشربها لكمش لاباط وما تجيكمش البيتزا ناشفه وتجي بزاف بنينه. المقادير هادو تاع زوج خبزات كبار، كاس تاع الماء 250 ملل، ملعقه ممسوحه تخميره الخبز وملعقه تاع السكر. والمكون الرئيسي هو ملعقه كبيره من حليب مجفف تاع لوفلي يعطيكم خفه للبيتزا ديالكم. نخلطوا مليح ونزيدوا حبه تاع البيض، نص مغرف تاع الملح وربع كاس تاع الزيت، ونضيفوا كاس تاع سميد اللي يكون رطب. نخلطوا شويه ونغطوها نخلوها تريح 10 دقائق. بعد ما تكون ارتاحت نضيف زوج كيسان تاع الفرينه ونص كيس تاع خميره الحلويات. اذا شفتوا العجينه ناقصه فرينه نزيدوا شويه. عجنوها 5 دقائق، ندهنوها بالزيت ونخلوها تخمر. بالنسبه لصوص طوماط تاع البيتزا، طوماط لازم تكون حمراء، راهي كاينه دوكا متوفره، تقسموها هي بقشورها، ترحوها في الاشواق وتزيدوا لها الثوم. انا درت لها غير ملح فلفل كحل زعتره والرند، درتها طيب شويه تاع الزيت. سنيمه كنت وجدتها دهنتها بالزبده ودرت لها رشيتها بالسميد والفرينه. بعد 45 دقيقه العجينه كانت خمرت لي. اقسموها على تنين وبلا ما ديغازيوها، حلوها بالحلال باش هكا تجيكم الخدمه سهله. شكلوها على حساب السليمه تاعكم، ادهنوها بالزيت، ندهنوها بالزيت علاه باش ما نشربناش لاصوص، ونكثروا ثاني ملاصوص طوماط ولاصوص طوماط نخلو فيها شويه الماء، يعني ما طيبوهاش ما تنشفوهاش، باش هكا كي تشرب البيتزا تشرب غير هذاك الماء. تخلينا لاصوص طوماط ندخلوها طيب نص طياب، نخرجوها نزينوها كيما نحبوا. هذه بيتزا كاري الجيريان، يعني كي تشوفوني درت المعدنوس وتقولوا ليش علاش. حنا نحبوها هكا، زيتون خضر، زيتون كحل، شويه فيونداشي، شويه تاع الشيدر ورشه تاع المعدنوس. وكي خرجت درت لها رشه تاع زيت الزيتون. غير جربوها على بالي راح تعجبكم.